مساء الخير على حضراتكم. اهلا بيكم وحلقه استثنائيه من برنامج الكره مع محمد صابر. والله نقول صباح الخير. النهارده فعلا احنا عندنا حدث استثنائي. عندنا خلاص كلها ساعات بقى قليله وكلنا دلوقتي قلوبنا كلها في استاد القاهره عشان هنشوف قمه الكره المصريه، الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، كلاسيكو العرب. كلاسيكو العرب ديربي الكره المصريه اللي كل الناس مستنياه. هو ديربي استثنائي في كل شيء. والنهارده عشان هو ديربي استثنائي ويوم استثنائي معانا شخصيه استثنائيه جدا 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 النهارده اخترناها. هي مفاجاه النهارده وانا بشكرها جدا جدا ان هي معانا في ليله القمه. النهارده معانا شخصيه يعني شخصيه للمراه المصريه على الاخلاق حدث ولا حرج. هي اعلاميه بدرجه الدكتوره. معايا ومعاكم سندريلا الاعلام المصري والعربي، يعني اكبر مشاهده في العالم العربي وفي مصر البرنامج بتاعها حوار اسكندراني. معايا ومعاكم دكتور نشوى فوزي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا محمد، انا اللي سعيده وميرسي على المقدمه الجميله اللي ما استحقهاش بجد يعني، بس سعيده بوجودي معاك، سعيده ان انت يعني شرفتنا في المكتب النهارده، سعيده ان في نماذج جميله كده في اسكندريه بلدي اللي بحبها قوي وعامله شغل جميل قوي وعامله شغل رياضي، فانا اللي بحييك وميرسي قوي على ان انت جيت النهارده وبنعمل لقاء في يوم عالمي للاهلي والزمالك. ان شاء الله دكتور. انا طبعا ميرسي جدا على حسن الضيافه وكل حاجه، وميرسي جدا على الكلام اللي حضرتك قلتيه عليا. طبعا حضرتك استاذتنا كلنا وبنتعلم من حضرتك يا دكتور نشوى. دكتور نشوى هي قمه استثنائيه في كل شيء. طبعا احنا من ايام قليله لازم طبعا بعد سيراميكا كليوباترا ما اتغلبت على نادي بيراميدز 2-1 الاهلي اتوج بطل الدوري السنه دي البطوله 43. طبعا لازم نقول مجلس اداره النادي الاهلي الف مبروك وجمهوره وجهاز فني ولاعيبه ان هي بطوله استثنائيه. طبعا ايه الكلمه اللي حباها النهارده نبدا بيها النادي الاهلي؟ انا بصح دي البدايه يعني. فالدوري طبعا احمر الحمد لله. انا مش بخبي ان انا اهلاويه واهلاويه متعصبه. مبروك طبعا النادي الاهلي، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي اللي يرأسه طبعا الكابتن المحبوب محمود الخطيب. اتمنيت ليه طبعا بدوام الصحه والعافيه والحمد لله ان هو بيتم شفاء على خير. اداره نمبر 1، نادي بطولات، الاهلي دايما هو اللي بيفرحنا. فالف مبروك وان شاء الله بكره تكون او احنا بدانا اليوم بالفعل ساعات يعني ان شاء الله يكون اداء بقى نتفرج بقى ايه بهدوء كده ونلاقي شغل كويس وشغل فنيين اكتر وفني اكتر على ارض الملعب مع مدربين، وبرده الاهلي ان شاء الله هيكسب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله طبعا. نتمنى طبعا نشوف مباراه تليق بمصر، ان الاهلي والزمالك دول قوه ناعمه مصر، قطبي الكره المصريه. طب دكتور النهارده بقى في الليله الجميله دي ايه الكلمه اللي حضرتك هتقولها الاجهزه الفنيه بالنسبه للاهلي والزمالك؟ الاجهزه الفنيه الحاليه انا عايزه اشوف زي ما حضرتك قلت، هو طبعا يعني الماتش هياخد دوري الاخر. احنا خلينا مع بعض يعني في صراحه ايا كان الاهلي هو بطل الدوري، بس ماتش الاهلي والزمالك دي بطوله ثانيه ليه طعم خاص وبطوله ثانيه بالنسبه للنادي. مظبوط. الزمالك نازل عايز يكسب وعايز برضه يعني يبقى موجود وبيظهر وجوده، لان هزيمته للاهلي في حد ذاتها بطوله. والاهلي عايز يكسب وعايز يبين ان هو البطل او يظهر هو فعلا البطل يستحق مش ان هو يتهزم من غريمه الاخر. فهي هنلاقي بطوله اخرى احنا متفقين على كده. مفيش ومش هيلعبوا زي ما احنا متخيلين بروح هاديه جدا، لان الاهلي لا هيبقى فيه اكتر، هيبقى فيه منافسه اكتر، لان كل طرف من الاخر بيثبت العكس يعني. هنلاقي بقى شده شويه. الاجهزه الفنيه الاجهزه الفنيه دورها ابراز العناصر المميزه زي ما حضرتك قلت لكل فريقين، لان في الاخر بتصب المنتخب الوطني. ده يعني احنا بنعمل وبنشتغل وبنعمل القماشه عشان في الاخر مصر. فالاجهزه الفنيه الخطه على ما اعتقد اللي المفروض تتم يعني بالفعل ان يبقى قماشه مناسبه ناخد منها العناصر ونصفي منها العناصر اللي تفيد المنتخب الوطني لينا مصرنا الحبيب. مظبوط. انا موافق حضرتك جدا يا دكتور. وطبعا احنا لازم برضه نقول لمنتخب الشباب اللي شرفنا، حضرتك ذكرتي طبعا وذكرتينا المنتخب الشباب اللي شرفنا خلاص راح باريس، بس احنا وحشتنا المدينه الاولمبيه قوي. احنا عايزين نروح باريس عشان ناخد المدينه الاولمبيه ان شاء الله. تمثيل المشارك مش عايزينه يا دكتور.
عايزين نحط النهارده، انا بكلم اتحاد الكوره، نحط آلية وسيستم وبلان يكون عندنا ونلعب مع التصنيف الاول وشبابنا. وكلمه لشباب مصر اللي شرفنا وصل باريس يا فندم. شباب مصر دايما انا بقول مصر قويه بشبابها بسواعدها، طبعا سياده الرئيس بيأكد ذلك، منتدى الشباب، الشغل الجميل الشباب عامله في كل المجالات، منتخب الشباب هو شرفنا زي ما حضرتك قلت وهيشرفنا. كلمه للشباب احنا معاكم، لو هم شايفين اي تاثير، انا بتكلم عن نشوه، لو شايفين تاثير اعلامي حاجه محتاجينها اعلاميا، الصفحه الرسميه والبرنامج موجود، استاذ محمد موجود، الصفحه بتاعته الرسميه والموقع بتاع البرنامج موجود. احنا كاعلاميين بندعم الشباب على قد ما بنقدر، جهات كتير بتدعم الشباب، وانا برضو بضم صوتي ان في حاجات مقصرين فيها كتير، فاحنا تحت امركم وقلنا النقط اللي احنا مقصرين فيها، واحنا نعمل من اجل عدم التقصير ده. لكن طبعا شابوه الشباب ده هو املنا، هو الامل اللي تمام يا دكتور. وانا يعني بحيي حضرتك جدا احتراما وتقدير، وده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي من اول لما كان موجود معانا وتولى، واحنا بنشكره جدا. الشباب رقم واحد، شفنا مؤتمرات الشباب، والشباب دلوقتي كلامه بيتسمع مش زي زمان، دلوقتي كلامه بيتسمع. الشباب شفنا بنسبه داخله البلد كلها شباب يعني. لا، وفي نسبه في مجلس الشورى وفي مجلس الشيوخ والمحافظين والقيادات جميعا ليها نسبه للشباب طبعا، ونواب محافظين، النائبه جاكلين عايزه من الشباب الجميل نائبه المحافظه اسكندريه. طبعا احنا بنشرف بيها طبعا. دكتور نشوى بقى عايزين بقى رساله بقى منك وكلمه لابطالنا بقى، ابطال نادي الاهلي، لعيبه مصر. ابطال نادي الاهلي وابطال الزمالك اللي هم بكره سفراء للشعب المصري. نبدا عايزين كلمه للعيبه. هبدا بلعيبه الزمالك. اتمنى يكون ماتش يعني في روح معنويه شويه ان شاء الله، ونتقبل ايا كانت النتيجه نتقبلها. ده برضه من لعيبه الزمالك دايما يعني تمسك بروحهم، تمسك كده، كنترول شويه يعني ان شاء الله. بالنسبه لعيبه الاهلي انا عارفه ان انتم هتلعبوا برجوله كالعاده، وعارفه ان انتم هتنزلوا الماتش مش ان احنا اخدين الدوري وتحصيل حاصل، انا عارفه ان هتبقى في بطوله يعني ماتش تاني بطوله ثانيه، وهنقدر نشجعكم وهتقدروا مفرحينا، ومفيش حاجه اسمها اهلي والزمالك، في حاجه اسمها مصر ومنتخب مصر. طبعا كلنا مصريين طبعا. انا موافق حضرتك جدا يا دكتور، وهم ان شاء الله هيشرفونا وهيكونوا في قمه الروح الرياضيه قبل الماتش وبعد الماتش. طبعا الماتش ده على فكره متشاف جدا، العالم كله اهلي وزمالك، الدول العربيه بالعكس بتستنى الاهلي، ماتشات الاهلي والزمالك دي من كل دوره، سواء في الدور الاول او الدور الثاني، بس دايما بيبقى عليه سبوت في السلبيات، فانا متاكده من اللعيبه ان بكره مش هيبقى فيه سلبيات، هيبقى فيه ايجابيات ان شاء الله يا دكتور. كلنا هنستمتع بديربي عالمي زي برشلونه وريال مدريد اللي بيستناك راسه الارض، وهنستمتع زي ريال مدريد وبرشلونه، وكلنا هنكون مبسوطين بكره ان شاء الله. ولعبتنا هتشرفنا، انا بطمن حضرتك جدا. الروح الرياضيه قبل الفنيات كمان، هنشوف حاجتين، روح رياضيه وهنشوف فنيات. طبعا دكتور في حد لازم نتكلم عليه لانه بصراحه يعني جاء في يوم غالي عليك جدا، طول النادي الاهلي، يوم 9/9 ده يوم عيد ميلادي، تمام؟ بقاله 10 شهور يا فندم، تمام؟ عمل 5 بطولات النادي الاهلي بدون هزيمه ما شاء الله. في كلمه لحضرتك النهارده تقوليها لمستر كولر. مستر كولر اولا اختيار موفق من اداره المجلس، اداره النادي الاهلي اختيار موفق جدا، هو عمل بطولات في نادي البطولات، فهي برضو معلش انا مع تحفظي مع احترامي ليه الشديد، وهو حد طبعا جوزيه كان محقق اكبر بطولات مع النادي الاهلي، فراح في انديه اخرى لم يحقق بطوله، فهي القماشه والروح المعنويه والاداره الصحيحه هي اللي بتعمل البطوله. هو حديث بس حاجه صغيره يا دكتور، هو النادي الاهلي هو اللي بيصنع المدرب. النادي الاهلي او القماشه او اي نادي، مش عشان الاهلي، الاداره السليمه الصحيحه، ويمكن ده بنلاقيه في الاتحاد السكندري برضو يعني. انا بتكلم عن حاجه محمد مصلحي، القماشه الصح والاداره الصح مع لعيبه بتحب روح الفانيلا الحمراء او الفانيلا اي لون، هي ده المهم.